كي دايره؟ كي بقيتي؟ مشيت نسول فيك، عاودي ليا كي بقيتي. تتسولي راسك هاد السؤال هذا وانا غادي نجاوبك عليه، لانه ترجع مرارا وتكرارا. والفكره هي اننا فاش ندوزو من واحد التجارب اللي صعيبه كيف ما كانت، ما نسميوهاش موت، فقدتي الخدمه الى اخره، تتحسي انك بحال منعزله، بحال كاين انت وداك المشكل تتواجهيه بينك وبينك، تتلقايش المسانده من المحيط ديالك. وفاش يتحلك المشكل عاده تتعاودي تشوفي دوك الناس تيرجعوا للمحيط ديالك. كنتي في مدرسه، قريتي، تعلمتي، ولا دوزتي ستاج، ولا تعلمتي شي حرفه، وهادوك كانوا امتحانات، يمكن نجحتي، يمكن سقطتي، يمكن حفظتي، يمكن سهرتي الليالي الى اخره حتى تخطيتي داك الامتحان. بالعاميه اللغه ديالنا تنقولوا امتحان د الحياه، ولكن علاش تنساوه؟ علاش تيجي داك الحجاب على عينينا وتنساو اننا هاد الحياه ما هي الا امتحان كبير؟ عندنا تجارب خصنا ندوزوهم وننجحوا فيهم، ماشي خيال، حقيقه. وتمشيو في داك النقطه السلبيه ديال انني ضحيه ديال هاد المشاكل، الا انها نعمه من عند الله باش تحلك الوعي ديالك، طريقه التفكير ديالك. كل شيء تمتحن، الرسل والانبياء عليهم صلوات الله، ربي تيمتحن العبد اللي تيبغي، باش يمتحن الصبر ديالك، باش يخليك تفهمي امور، باش تزكي الروح ديالك وتنميها. الافكار اللي تيجوك ما تنسيش ان يعني الشيطان يتوعد لك بالحزن وبالقلق، وحنا تنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الافكار اللي تجيك والمشاعر اللي تجيك ديال الحزن، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا المرجعيه انها فاش تعيشي مراحل بحال هكا وتيخوى عليك المحيط، الله سبحانه وتعالى تيمتحنك واش غترجعي لراسك وتزكيها، واش غترجعي لله سبحانه وتعالى وغتوكلي عليه. توكل على الله سبحانه وتعالى وأسلم أمري لله، لأن المشاكل والقلق والتفكير وداك الحزن تيجي من السيطرة، أنك بغيتي تشدي زمام الأمور وتسيطري، إلا أن كل شيء بيد الله. إذا تلقيها في سيدي ربي العزيز وعيشي اللحظة دابا، لأن المشاكل اللي باغا تحلي باقيين كاع ما كاينين، وداكشي اللي فات راه مشى وسال.